عقد ممثلو القوى والشخصيات الوطنية في روج آفاي كردستان اجتماعاً موسعاً لإحياء عريضة 1932 بعد اتفاقية تقسيم كردستان تحت شعار من أجل سوريا ديمقراطية وفيدرالية، وأعلنوا من خلالها عبر بيان إلى الرأي العام وعموم كردستان وسوريا والمجتمع الدولي باستناد الحقائق التاريخية والتطورات الراهنة التي تمثل مرحلة حاسمة في تاريخ الشعب الكردي بعد تقسيم كردستان بفرض اتفاقية سايكس بيكو لعام 1916 دون موافقته. ونتيجة لذلك تم إخضاع جزء من أراضي الشعب الكردي للدولة السورية التي أنشئت حديثاً. وهذه الأراضي التي تخضع اليوم إلى الإدارة السورية الجديدة هي جزء لا يتجزأ من كردستان، وكما أن الشعب العربي والشعب الكلداني الآشوري يشكلان أمناً مستقلاً، فإن الشعب الكردي أيضاً جزءاً لا يتجزأ من الأمة الكردية. ودار الاجتماع من قبل آل حاجو عشيرة هافيركا بحضور المئات من الشخصيات الوطنية وعشائر المنطقة من كرد وعرب وسريان، تحدثوا من خلاله على الوضع الراهن في المنطقة ووضع سوريا ككل، ومن ثم فتح باب النقاش أمام الحاضرين ليؤكدوا على توحيد كافة مكونات المنطقة من أجل سوريا موحدة. كما أشار الكاتب والباحث الكردي فارس عثمان عن توحيد الصف الكردي لتشكيل وفد يفاوض الإدارة السورية الجديدة في دمشق. اليوم بحاجة إلى مثل هذه الروح الوطنية العالية ليجتمع الكرد على كلمة واحدة، يستطيعوا أن يواجهوا الحكومة السورية الآن. أتمنى أن يتوصل الكرد إلى هذه الخطوة ويوحدوا صفوفهم ويشكلوا وفدا ليفاوضوا الحكومة السورية الجديدة على حقوق ومطالب الكرد كما طالب بها آباؤنا وأجدادنا قبل حوالي قرن من الزمن. أشكر على وطالب ممثلو القوى والشخصيات الوطنية في روج آفاي كردستان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الاعتراف الرسمي بالشعب الكردي كأمة مستقلة وبحق الشعب الكردي في تقرير مصيره، والدعم في إنشاء نظام ديمقراطي وفيدرالي في سوريا يضمن الحقوق والحماية لجميع الأديان والمجموعات القومية على غرار النظام السياسي في سويسرا، وأن اللجنة المنتخبة من الأحزاب الكردية هي جهة شرعية الوحيدة التي تمثل إرادة شعبنا. نعم كرسيا سكرتير آمن دبي تمثيل أمتنا قال لك